السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بأحسن الأحوال بصحة جيدة. اتوحشتكم، عندي شحال مانيش ننزل في الوصفات لقلة التفاعل. اليوم جبت لكم هذه الوصفة اللي هي كباب الحمص بالدجاج بطريقتي، تجي بنينة ورائعة. جربوها إن شاء الله راح تنال إعجابكم. برك نرجع نذكركم اللي دخل عندنا أول مرة للقناة ويشاهد هذا الفيديو نقول له فضل منك وليس أمر، أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد إن شاء الله ننزلوه من الفيديوهات. وما تنسوناش لايك بعد مشاهدة الفيديو. كما تشاهدوا حضرنا لكم اليوم الوصفة اللي هي طبق كباب حمص بالدجاج. هذه الأكلة جزائرية معروفة وكامل نحبوها. نبدأ على بركة الله. بسم الله. كما تشاهدوا هنا بعد ما نقيت الدجاج قطعته، درته عندي هنا في الطباخ تاعي ودرت له لي زيبيس. هنا كل واحد واش راح يدير لي زيبيس، انا درت لي زيبيس كامل اللي عندي صراحه. وهنا ربيت نص حبه تاع طماطم. كيما لي زيبيس راح نكتب لكم في صندوق الوصف. وهنا عندي حبه تاع بصل ربيتها، وكذلك نص راس تاع ثوم كيما نقولوا حنايا ربيتهم كامل مع لي زيبيس اللي ضفتها. لي زيبيس والمقادير راح نحطها لكم كامل في صندوق الوصف تلقاوها. كيما هنا ملحنا وضفت حوالي 2 ملاعق كبار من الزيت، لاني دايره الدجاج كما تشوفوا كميه كبيره ما شاء الله. يعني الا كنتو دايرين برك جهه الصدر تقدروا يعني تزودوا الزيت. ودرت هنايا 2 برقات كبار تاع رند، انا نحب الرند، ودرته فوق النار وخليت الدجاج تاعي يتبل ويتقلى كامل في البصل والثوم ولي زيبيس اللي درناها والطماطم كيما راكم تشاهدوا قبل ما نمرق. وهنا ضبط حبه تاع زرنديه قطعتها شرائح كيما تشوفوا، سناريه ولا زرنديه كل واحد وكيفاه يقولها، حنا نقولوا زرنديه. واكيد الحمص. هنا نقلوه الدجاج هذاك قبل، ومن بعدها نبداو نمرقوا. بعد ما نقلوه حوالي 10 دقائق نمرقوا. والتمريق حسب الكميه اللي راكم دايرينها. هنا قميت عليه وخليته. بعد نص ساعه رجعنا للطبق تاعنا. انا عندي هنايا الكزبر اخضر او الحشاوش كيما نقولوا، لازم نضيفها قبل وبعد كذلك. ونوجد في البطاطا نقلي فيها تاع الكباب والكورشيت كيما تشاهدوا. قليتها وحضرتها وخليتها بجهه. بعد ما طيب لك المرقه كيما تشاهدوا هنايا صافي قعدت برك في لاصوص او الدجاج قعدنا في لاصوص مع الحمص. هنا نولي نضيف الحشاوش كيما قلت لكم انا نحبها الحشاوش صراحه تزيد بنه خصوصا في هذا الطبق. هنا سكرنا عليه. بعد ما طاب ضفت نصف الكميه تاع الحشاوش هذيك. بعدها نضيفوا البطاطا اللي قليناها والكورجيت. كيما تشاهدوا. وبعدها نزيد كذلك الحشاوش. بعد ما نضيف الكورجيت والبطاطا نزيد نصف الثاني تاع الحشاوش. وهذا هو الطبق تاعنا كيما تشاهدوا كباب بالحمص. وش جاب بنه وش نقول لكم
روعة. هنا قليت له فلفل حار، لازم يكون في الطبق، نحبوا الحراير حنايا. وهذا هو طبقنا لليوم، حضرته بطريقتي، ان شاء الله طريقتي تكون عجبتكم. برك ننصحكم جربوها والله راح تعجبكم وراح تعتمدوا عليها. بنا قوة. ونقولكم إلى اللقاء، الملتقى جديد إن شاء الله مع وصفة جديدة، مطبخ فرح.